بيبدأ فيلمنا في منزل آمن تبع الاف بي اي مع واحدة بتبلغ عن اتنين من أكبر مهربين السلاح في العالم، وهم هيكتور ألفاريز وأدريان لوفيل. وطبعا ده مقابل إنها تدخل برنامج حماية الشهود بهوية جديدة وسجل نظيف. وخلال الاستجواب قالت لهم إن المكان هنا مش أمان. قالوا لها أنت مش هتعرفينا شغلنا، إحنا حاطين مراقبات على لوفيل من ساعة ما نزل من الطيارة. وفجأة هو لسه بيكمل كلام اتضرب عليه نار هو واللي معاه وماتوا كلهم ما عدا ويليام اللي كان بيحقق معاه. طلب دعم من القوة اللي بره بس كانوا هم كمان كلهم ماتوا. حاولوا يهربوا من المكان بس ويليام اتضرب عليه نار وهم بيهربوا، فسحبته على المطبخ وجابت سمو وقفلت بالجرح علشان تمنع النزيف، وعملت قنبله يدويه وحطتها بره جنب الباب. وفي اللحظه دي دخل واحد من الباب قعد يقول لها انها مش هتهرب منه بعد ما خانته مهما حاول، ودخل على المطبخ فضربت عليه رصاصه بس جت فيه. واتفاجئت لما شافته كان ادريان لوفيل. وبنكتشف هنا انها حامل وعملت كده عشان البيبي اللي في بطنها، بس ادريان اول ما شافها كده قام مطلع سكينه وقام ضاربها في بطنها بسرعه. وفي اللحظه دي الشمعه خلصت والقنبله انفجرت وموتته، والاف بي اي وصل وانقذها هي وولي وعملوا لها عمليه، والعمليه نجحت وجابت بيبي بنت. والمحققه اللي ماسكه القضيه قالت لها ان البنت دي هتتحط في برنامج حمايه الشهود مع عيله جديد عشان ادريان مش هيسيبها لو عرف انها عايشه لسه، وده لانهم ما لقوش جثته في المكان، فمش معروف اذا كان عايش ولا ميت، بس بنسبه كبيره اكيد هو لسه عايش. فراحت للمحقق ويليام وقالت له ان الشرطه انها تتحط مع عيله كويسه وكل عيد ميلاد يطمنها عليها، وان لو حصل اي مشاكل يبلغها. طبعا وعدها انه هيعمل كده لانها انقذت حياته، وانه هيكون معاها ومش هيسيبها ولا لحظه واحده. وتاني يوم خرجت من المستشفى وتواصلت مع زميل قديم لها في الحرب عشان يوديها المكان تبدا حياتها من جديد فيه. وبتمر 12 سنه كامله وبتكون اتاقلمت في المكان ده، وبنعرف انها كانت قناصه محترفه جدا بس حاليا بتستخدم موهبتها في الصيد وبس عشان تاكل وكده. وفي اليوم ده بتجيلها رساله بتاعت كل سنه من ويليام اللي بتبقى في يوم عيد ميلاد زوي بنتها ومعاها الصور بتاعتها وكده يعني، بس هي كانت عارفه ان النهارده مش عيد ميلادها فاكيد في حاجه غلط. فدورت في الظرف لقيت فيه رساله مع الصور مكتوب فيها مكان تروحه ورقم العربيه اللي هتستخبى فيها، وان الموضوع ضروري جدا وما تتاخرش. فاستخبت في العربيه ووصلت للمكان ولقيت عربيه سوداء مستنياها في المكان ده. ركبت العربيه ولقيت فيها المحقق ويليام. قال لها انهم اعتقلوا الاسبوع ده 6 في مخبأ تبع هيكتور الفاريز، ولو في اسلحه ومخدرات اللي هي الحاجات المعتاده يعني. بس المشكله هنا انهم لقوا فيه كمان الصوره دي، والصوره دي كانت صوره بنتها زو، وانهم عاوزينها تتعرف على الستة دول علشان لو تعرف حد مهم فيهم. قالت له الاول انها تحمي بنتها وبعدين تبقى تشوف هو عاوز ايه، فنصحها انها ما تقربش منها قوي وتخليها بعيد عنها افضل عشان ما تلفتش الانتباه ليها وتاذيها بدون قصد. فبدات تراقبها في المدرسه وفي البيت وفي الخروجات لحد ما في مره لمحت عربيه ايس كريم غريبه بتقرب منها وركنت، فجهزت القناصه بتاعتها واستعدت، ولقت عربيه ايس كريم تانية برضه وقفت في المكان ونزل منها كذا واحد، وكانت عارفه القائد بتاعهم من الوشم بتاعه واسمه الرانشلا، ولسه نازلين من العربيات عشان يخطفوها. بدات تصفهم واحد ورا التاني، فالرانشلا نزل بنفسه وضرب نار على مامتها اللي متبنياها واخدها في العربيه ومشي من المكان. والعربيه التانية طلعت مكان ما مامتها موجوده علشان يصفوها، فزحفت تحت عربيه عفشتها على الله شويه كده وقامت كسرت الدواسه بتاعتها ودخلت جواها قبل ما حد يشوفها. ولما بقى وراها بالظبط قامت مدوراها وداخله فين موتاه، والبوليس كان وصل فهربت من فوق وويليام كان في انتظارها تحت، فركبت معاه العربيه ومشي. طبعا اتضايقت منه لان مهمتهم حمايتها وهم وعدوها بده. قال لها ان كل حاجه حصلت بسرعه وانهم ما كانوش متوقعين انها تحصل بالسرعه دي، وانهم كده كده مجهزين فريق دعم كامل في بيتها وانهم منتظرين طلب الفدية. قالت له ان مفيش اي طلبات فدية هتيجي وان هم عاوزينها هي وبس، عشان كده لازم تروح وتنقذها بنفسها. غيرت لبسها وراحت معاهم للبيت وقعدت تتفرج على الصور بتاعه زوي ودخلت اوضتها تتفرج عليها. وهنا ويليام نده عليها واداها جوازات السفر اللي هيسافروا بيها على اساس ان هم اتنين متجوزين وبيقضوا شهر العسل في كوبا، المكان اللي هي مخطوفه فيه حاليا لان الرانشلا موجود هناك. وبالفعل وصلوا كوبا وقعدوا في البار اللي الرانشلا بيبقى موجود فيه على طول، وفعلا بعد شويه شافته هناك واستنوا لحد ما بقى لوحده وهجمت عليه بالسلاح اللي معاه. وويليام كان جاي من وراها قاموا اتنين ضاربينه بسكينه في ظهره فاتشتتت والرانشلا هرب منها. طلعت تجري وراه وويليام قدر انه يخلص على الاتنين التانيين اللي معاه وطلع وراه. وطبعا الرانشلا كان عارف الحواري والمتاهات اللي موجوده في كوبا لانها منطقته يعني، فركبت مكنه وطلعت وراه على اساس انها تلحقه بس خبطت في عربيه، قامت واخده العربيه وطلعت وراه. وويليام طبعا كان سابقها لقدام، بصت عليه في الشارع الموازي وشافت الاتجاه اللي هو بيجري فيه، قامت مسرعه عربيتها وداخله له في حاره من قدامه خبطاه. اخدته هي وويليام عشان يستجوبوه بس طبعا ما كانش عايز يتكلم، ضغطوا عليه وعذبوه لحد ما اتكلم في الاخر وقال لها على مكانها، بس استفزها قبل ما تمشي وقال لها اما توصلي لهناك هيكون عمل معاها كل اللي ناوي يعمله معاها. فقامت قتلاه وسابوه مرمي في المكان هناك وطلعوا على الاوضه بتاعته، وبدات تعالج له الجرح اللي في ظهره وتحكي له هي اتورطت معاهم ازاي. وبنعرف انها اتورطت معاهم في افغانستان لما لوفيل كان مدرب وحده القناصين، وانه اختارها تنضم ليه في عملياته لانها كانت محترفه في القنص. وطبعا هي وافقت بكل سهوله لانها ما كانش عندها هدف في حياتها بعد ما تخلص جيش، بس لما اكتشفت انه شغال في السلاح ما وافقتش انها تشتغل عنده، انما هي عايزه تشتغل معاه يعني من الاخر تبقى راسها براسه. فخلصت الجيش واشتغلت في برج مراقبه في جوانتانامو، وهناك اتعرفت على هيكتور الفاريز اللي كان بيهرب اسلحه من غير ما حد يحس بيه، فعرفتهم الاثنين على بعض وبكده بقى لها حصه من الفلوس وكمان راسها براسهم مش شغال عنده. وفي حفله من الحفلات لقيت الفاريز بيقول لها ان الفلوس المره دي هتبقى 4 اضعاف. استغربت وقالت له ليه؟ قال لها مش مهم تعرفي دلوقتي، المهم ان احنا هنفتح سكه شغل جديده ما كناش نحلم بيها قبل كده. فشكت وراحت تبص على البضايع
ضايع لقت حاويه فيها اطفال متهربين، وطبعا هي كانت ضد الموضوع ده جدا، فاتصلت بالاف بي اي وقررت انها تسلم هيكتور الفاريز وادريان لوفيل مقابل حمايتها. بتخلص له تنظيف الجرح وبيطلعوا على المكان اللي زوي بنتها مخطوفه فيه، وبدا يقتلوا الحرس اللي بره واحد ورا التاني لحد ما دخلت جوه. وساعتها ويليام فصل الكهرباء عن المكان كله، دورت على زوي في كل الاوض لحد ما لقت اوضه مقفول، فتحت الاوضه ديت لقيت زوي جواها، اخدتها وقالت لويليام يستعد ويقابلهم بره لانها خلاص لقيت. ولما خرجت قال لها يلا نمشي من المكان بسرعه، قالت له انا لسه ما خلصتش ودخلت تاني. وفجاه لقت الفاريز مستنيها، قال لها ترمي السلاح من ايدها وقعد يسالها خنتيني ليه ودمرت كل حاجه بيننا سوا، بس مش مهم اجابتك لانك كده كده هتموتي دلوقتي، بس قبل ما تموتي هاخدك جوله معايا كده زي زمان. وبدا يحضنها متماسكه شمعه ورميها على ازاز الويسكي اللي موجوده في المكان، وطلعت سكينه من ايديها وشقت له بيها بطنه وسابته يولع في المكان. والمره دي اتاكدت انه مات. وسافروا هما الثلاثه على امريكا من تاني، وزوي كانت معاه بس طبعا ما عرفتهاش انها مامتها. ومع ذلك زوي كانت شاكه انها مامتها، وكمان بدات تبحث على النت ازاي تتعرف على مامتها بالحمض النووي. وفي اللحظه دي وصلت لبنزينه ونزلت تشتري حبه حاجات علشان تودعها قبل ما تمشي. فسالتها قبل ما تمشي انت ماما؟ ردت عليها وقالت لها لا وسابتها ومشي. وطبعا ويليام ما كانش عايزه تختفي تاني وتكمل حياتها مع بنتها، بس قالت له انها لسه صغيره ولسه بدري على انها تظهر في حياتها من تاني، فاداها موبايل عشان يبقوا على تواصل مع بعض. واخد زوي ومشي. وخلاص النهار كان طلع وكانوا قربوا خلاص يوصلوا لبيتهم، فجاه جت عربيه في التقاطع وخبطته، وجت عربيه تانية وراها ونزل منها ادريان لوفيل، ووشه طبعا كان محروق من المره بتاعت السيف هاوس اللي كانت من 12 سنه. والاثنين اللي مع لوفيل سحبوا ويليام من العربيه، وفي اللحظه دي مامتها كانت وراهم بالموتوسيكل ووصلت عندهم ورفعت في وشه السلاح. ادريان قال لها تنزل السلاح عشان مالوش لازمه، وفتش ويليام وعرف انه تبع الاف بي اي قام قتله، فطلعت ولاعه بسرعه ورميتها على العربيه والبنزين اللي سايل منها فانفجرت فيه. وركبت وهي وزوي الموتوسيكل وجريوا من المكان بسرعه. ولوفيل برضو كان لسه عايش، فركب العربيه وهرب من الاتجاه التاني لان الشرطه كانت وصلت للمكان. اما زوي ومامتها فقعدوا في مطعم، وزوي سالتها هتروحها البيت امتى؟ قالت لها مش دلوقتي خالص لان هم اكيد مراقبين البيت وهيخطفوك اول ما تظهري هناك. فسالتها مين دول وعاوزين يخطفوني ليه؟ قالت لها مش وقته هتعرفي بعدين، المهم دلوقتي هنشوف مكان امن نستخبى فيه لحد ما نشوف خطوتنا الجايه تبقى ايه. وشافت عربيه معروضه بره ب $2000 كاش فاشتريتها ومشيوا من المكان. وصلت للمخبأ بتاعه وحطوا حاجتهم وارتاحوا شويه من الصف. ومن تاني يوم بدات تعلمها كل حاجه تقدر تخليها على قيد الحياه، زي مثلا انها تعلمها السواقه والقنص بالبندقيه من على بعد وازاي تصطاد اكلها بنفسها وكده يعني. ولما شافت الذئاب الصغيرين وكانت بتلعب معاهم، مامتها قالت لها ان دول مش حيوانات اليفه واوعي تقربي منهم بعد كده. وفجاه وهي لسه بتدافع عنهم ظهر من وراها امهم وبتستعد للهجوم، فقالت لها تجري بسرعه ما تبصش وراها. ولما جريت وراها ضربت عليها طلقه في شنك ملح يعني علشان تبعد عنه. وزوي كانت فاكراها انها قتلتها بس قالت لها انها طلقه في شنك يعني تحذيريه. ومره ورا مره في التدريب اتعلمت القنص احسن من الاول بمراحل، وعملوا الغام يدويه ووزعوها حوالين المكان علشان لو حد قرب من المكان او حد بيطاردهم يستدرجوها ناحيته ويتفجروا. وتاني يوم برضو ما سمعتش الكلام وكانت بتلعب مع الذئاب الصغيرين. وعلى ما مامتها وصلت للمكان كان في واحد منهم عضيت، فجريت عليها واخدتها على العياده اللي في المكان عشان تخيط. بس زوي كانت غلطت وقالت الدكتور على اسمها الحقيقي بالكامل، واسمها كده اتسجل على السيستم، ومعنى كده ان لوفيل هيقدر يوصل لها بسهوله. فاخدتها وودتها عند صديقها وقالت له يسفرها بسرعه من المكان ده، واديته جواب يديهولها بعد ما كل ده يخلص وتبقى في امان. وفعلا ادريان لوفيل واللي معاه وصلوا للمكان، وصديقها اتصل بيها وقال لها انهم جايين عليكي دلوقتي. وزوي طبعا كانت شافتها وهي بتديله الجواب، فدخلت جوه علشان تدور عليه لحد ما لقيته. فتحته ولقت فيه صورها كل سنه اللي ويليام كان بيبعتها لها. كانت بتقول لها في الجواب ده ان كل اللي هي عملته ده عشان مصلحتها، وانها كانت مضطره تسيبها علشان تحميها، انما لما احتاجتها واحتاجت لحمايتها رجعت لها وتاني وكده يعني. ولما يجي الوقت اللي تقدري تستخدمي فيه كل اللي علمتهولك ما تتردديش لحظه في استخدامه. فهربت من الباب اللي ورا واخدت العربيه بتاعت صديق مامتها وطلعت على الكوخ هناك. ومامتها هناك كانت بتستعد علشان لوفيل واللي معاه لما يوصل. طبعا لوفيل ورجالته وصلوا من بعيد وادالهم الامر بالهجوم على الكوخ، بس طبعا اول ما قربوا للمكان اتفجروا من اللغم اليدوي اللي كانت موزعه حوالين المكان. فتواصل معاهم وقال لهم ينزلوا على رجليهم ويتحركوا بحذر، ولمح بالمنظار بتاعه لغم اللي كانت موزعاهم، فربطوا في موتوسيكل ووجهوا ناحيه الكوخ وخلاه يتفجر بيه. وقال للي معاه يدوروا على البنت هناك سواء كانت حيه او ميته. وهي طبعا عماله بتقتل فيهم واحد ورا التاني، وكمان لبست لبس واحد منهم. فسمعت واحد منهم بيبلغ لوفيل انه شايف بنت على الطريق بعربيه، فاداهم امر ينسحبوا كلهم يرجعوا عند البنت دي ويجيبوها له حيه. فطبعا ركبت الموتوسيكل وطلعت على هناك علشان تلحقها قبل ما يوصلوا لها. بس كان في واحد هناك وصل قبلها بالفعل وخطفها ورجع بقى علشان يسلمها لوفيل. بس مامتها جت من وراه وقالت لها تنط بسرعه من قدامه، وضربت عليه نار وقتلته، واخدتها قدامها وقتلت كل الباقيين اللي كانوا بيطاردوه. وطلعت بقى على البرج اللي فوق اللي كانت بتعلمها القنص من خلاله، وقالت لها تحدد لها مواقعهم وهي هتضرب. ولما قتلت اول واحد منهم سمعت لاسلكي في اللبس اللي هي لابساه، وهيكتور بيقول لها تقابله في مكان حدده لها والا هيقتل زوي قدام عينيها. فقالت لزوي انها هتقابله وتشتته وانها تهرب بسرعه من غير ما تبص وراه. ونزلت فعلا علشان تقابله وقال لها ترمي السلاح وتقلع كل هدومها. اما زوي فما سمعتش الكلام واستعدت بالبندقيه بتاعتها، ولسه هيتكلم
يتكلم معاها قامت هاجمه عليه بسرعه ونزلوا ضرب في بعض، وزوي بتحاول تلاقي زاويه اطلاق كويسه انما ما كانتش عارفه، ومامتها طلعت سكينه وحاولت تقتل ادريان بيها بس جت في وشه مكان محروق، فتعصب عليها وقدروا يتغلب عليها وكمان يكتفها، ووجهها ناحيه البرج اللي عليه زوي وقال لها هي شايفانا دلوقتي مش كده؟ لو ضربت نار هنموت احنا الاتنين وهي اللي هتعيش، يا ترى علمتها تعمل كده ولا لسه؟ وفضل يزعق بصوت عالي وقال لها تضرب عليها نار حالا والا هيقتلهم هما الاتنين، وفجاه وهم واقفين ضربت عليها نار فعلا ووقعوا هما الاتنين ومامتها اتخبطت في حجر، نزلت علشان تشوفها قام ادريان هاجم عليها وكتفها واخدها معاه في العربيه، ومامتها فضل مغمى عليها شويه لحد ما واحده واحده بدات تفوق، ولقت ان الطلقه اللي اتضربت بقى كانت طلقه في شن، فصلحت دراعها اللي كان مخلوع من مكانه وبصت من بعيد شافت ادريان بالعربيه ومعاه زوج، وسحبت البندقيه وحاولت انها تضرب عليه نار بس ما كانتش عارفه تصوب صح من الوجع اللي في ايديها، فضربت عليه طلقه تانية فافتكرت انها جت في بنتها لان العربيه فضلت ماشيه مع ان الطلقه جت في حد والدم كمان جه على الازاز، بس الطلقه كانت جت في ادريان وبنتها نزلت من العربيه وجريت عليها وحضنتها، وبعد ما بقت في امان اخدتها ورجعتها لمامتها المتبنياها من تاني، بس الفرق المره دي ان زوي عرفت من مامتها الحقيقيه. ما تنساش لايك واشتراك للدعم الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. بشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.